افضل 3 قطع يا جماعه في العجل، قسما بالله افضل 3 قطع طعمهم زي الزبده في الشوي. لو عاوز تشوي في عيد الاضحى وعاوز تطلع من العجل بتاعك او الاضحيه بتاعتك حته لحمه بتدوب في البق دوب، طعمها لذيذ وبتتشوي في 5 دقايق بالظبط على الفحم. تابع معايا الفيديو ده للنهايه عشان خاطر تستفيد بجميع المعلومات. قطعه لحمه او افضل 3 قطع لحمه في العجل بيدوبوا وبيستووا على الفحم ما بياخدوش وقت، وعمرها ما هتشد معاك زي ما حضراتكم شايفين، عامله زي الملبن بنشدها وهي نيه لسه ما نزلتش على الفحم او لسه ما استوتش، دايبه دوب زي ما حضراتكم شايفين. دي قطعه تانية برضو ولكن يعني افضل واطعم بالنسبه لي انا كجزار، ان دي افضل قطعه في العجل. ولكن ناس كتير بتفضل القطعه اللي هي الاولانيه اللي هي الفليتو. القطعه دي بقى تختلف تماما عن عرق الفليتو، مش معنى كده ان الفليتو وحش، ولكن اذواق. كل حاجه في الدنيا ده يا جماعه اذواق، ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. القطعه دي اللي هي الكوستاليتا او الريب اي. الريب اي ده يا جماعه حاجه كده من الحاجات اللي هي المفروض تسمى بقمه الروعه، حاجه تحفه. داخلها في قلب اللحمه الحمراء ذات نفسها في زي نظام دهون خفيفه او انسجه من الدهون بتديها طعم فوق الخيال وطعم لذيذ جدا. ولكن كده عشان ما اطولش عليكم، في مقدمه الفيديو احب اذكرك فضلا وليس امرا بالاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس. ولو استفدت حتى لو معلومه بسيطه يا ريت تدعمنا بالاشتراك. طبعا الاشتراك مش بفلوس، الاشتراك ده ببلاش واللايك برضه ببلاش. لسه الحاجه ديت الوحيده في مصر لحد الان هي اللي من غير فلوس. ولكن نخش في موضوع الفيديو على طول. لو عاوز تطلع قطعه لحمه جميله في العجل تشويها، قطعه لحمه تحفه زي اللي انت حضرتك شايفها في الفيديو دي اسمها الكوستاليتا وتسمى في دول تانية او في مصر برضو باسماء معينة بالريب اي اللي هي مثلا بالانجليزي مثلا، او بيسمى بالريب اي. القطعة دي غالية جدا في دول اوروبا. القطعة دي لا يقدرها الا او لا يعرفها الا القليل. القطعة ديت اللي مميزة جدا وجميلة جدا، مهما اتكلمنا في الفيديو ده مش هنديها برضه حقها بالنسبة لقطعة اللحوم. وتسمى في مصر بالسن، وتصنف مصر يعني بتسمى في مصر بالسن او بالريش او بالريب اي او بالكوستاليتا. حاجة تحفة يعني، حاجة بسم الله ما شاء الله. تمام، دي بالنسبة للكوستاليتا. ولكن هنخش بقى على برضه على حاجة جميلة برضه وتحفة، وهي الروز بيف او الانتر كوت. تمام، بيسمى بروز بيف او في اماكن اخرى بيسمى بالاماريه او له اسماء او مسميات كتير. تمام، ده الروز بيف. الجماعه اللي هي بتحب الستيك وبتحب اللحم اللي هو بيبقى فيه سنه شده دوت، او اللحم اللي هو بيبقى لما بينزل على الفحم بيكون 3/4 سوا مثلا، بيبقى فيه شده كده ويبقى له طعم او مذاق يعني مذاق مختلف تماما عن باقي اللحوم. هو الروز بيف او الانتركوت دوت. في ناس كتير بتقول لي ان الكوستاليتا، او جالي بعض تعليقات ان الكوستاليتا هي الانتركوت ولا لا. فطبعا ده يختلف عن ده، الكوستاليتا شيء والانتركوت شيء، ده في مكان وده في مكان تاني اخر. ولكن الاتنين في العجل. يعني الروز بيف يكون في الظهر بتاع العجل، في الظهر. تمام، بيكون اللي هو اخر حاجة في العجل منه للشمس. يعني الشمس كلها لما بتضرب في المكان ده اللي هي الكوستاليتا والروز بيف. دول اكتر قطعتين بيكونوا في اتجاه الشمس او في اتجاه لفوق يعني. تمام، دول بيكونوا ظهر الخروف عامة. ولكن الروز بيف ده بيكون فوق او مرقد بيت الكلاوي. اما الكوستاليتا بتكون هي في الريش او في نهاية الريشة من تحت، اللي هو بيسمى العمود اللي هو بتاع الريش، اللي هي في نهاية الريشة بيبقى فيه زي نظام دايرة او زي نظام قطعة لحم مدورة على شكل دائري. دي بتكون الكوستاليتا. ولكن الاتنين اتجاههم للشمس، ودول بيكونوا افضل قطعتين لانه بياخدوا كالسيوم وفيتامين يعتبر من الشمس، اللي هي طبعا الشمس الربانية. في ناس ممكن تعرف المعلومات دي او ناس ممكن ما تعرفهاش. ولكن بعض القطع دي بتكون ناشفه شويه، يعني بالنسبه للروز بيف بيكون ناشف شويه عن الكوستاليتا. تمام، لان الروز بيف ده بيكون في مناطق او في العضله اللي هي بتاعه الظهر، فالظهر ده بيتحرك باستمرار. زي ما حضراتكم شايفين ده الروز بيف اهوت يا جماعه.
متقطع بنفس الشكل ده. واهم حاجه يا جماعه في الشوي هي طرق التقطيع، لا تكون قطعه كبيره قوي او مدوره او قطعه صغيره بشكل مثلث او دائري او مربع. فده بيكون يعني عامل اساسي او سبب رئيسي في عدم ان الكفته عفوا ان الكباب بتاعك او الشمبري او الستيك مما يسمى حسب ما كل واحد بيسميه بيكون بيشد. اما هي لو انت محتاج القطعه ديت انا بقولك عليها اللي هي الكوستاليتا او الروز بيف او الانتركوت او الريب اي، الاسماء مختلفه تمام. والفليتو او الفليتايه اللي هي بتكون عرق الفليتو زي ما حضراتكم شايفين، ده عرق الفليتو بقى. لو هنتكلم عنه برضو مهما نتكلم مش هنوفيه حقه. ده بقى القطعه اللي هي اسمها قطعه الزبده، دي قطعه اسمها قطعه الزبده في العجل، بتدوب يعني لحمه الذوبان للي ما عندوش سنان. هتشوي ماشي، هيمشي معاك اي حاجه عرق الفليتو ده، ولكن هو رقم واحد الشوي يا جماعه تمام. رقم اتنين لو انت عاوز تستخدمه كلحمه بخضار هيكون كويس مش هيكون وحش، ولكن في اماكن تانية في العجل بتنفع للحمه الخضار، وده هنقوله في فيديوهات تانية عشان خاطر ما نطولش في مده الفيديو ده اكتر من كده. زي ما حضراتكم شايفين الفليتو ما بيكونش داخله اي دهون نهائي زي غير الكوستاليتا وغير الربع. زي ما حضراتكم شايفين ده عرق فليتو اهو، برده هنروقه معانا كده، بنشيل منه اي سمين فيه او اي دهون خارجيه. اما هو كعرق فليتو كداخلي او كلحمه بتكون حمرا نهائي، حتى لما بتنزله على الفحم وبتشويه على الفحم ما بيبانش فيه نسبه الدهون. اما الكوستاليتا لو هتنزلها على الفحم او هتشويها عامه بيبان فيها نسبه الدهون. فبالتالي انا كجزار بفضل، انا من عادتي يعني او من حبي للحوم بحب اكل القطعه اللي هي بتكون داخلها بنسبه 30% او 40% من الدهون، تكون دسمه مش سمين، يكون فيها نسبه دهون. فدي انا بفضل القطعه دي. ودي برضو اللي هي بقى الكوستاليتا او الريب اي. طبعا احنا عارفين الريب اي او الكوستاليتا هنروقها وهنظبطها. هي يعتبر من فوق الرقبه يا جماعه الكوستاليتا ديت، بعد رقبه الخروف وانت راجع على الربع الامامي للعجل عفوا، او الخروف برضو كذلك الامر بتكون برضو في الخروف وفي العجل. بعد الرقبه تماما بتكون الكوستاليتا بتكون في الربع القداماني، الكوستاليتا بتكون في الربع القداماني. اما الروزبيف والفليتو بيكونوا في الربع الخلفي اللي هو الفخذ عامه يعني. وكل الحاجات اللي بتطلع من الكوستاليتا ده يا جماعه بتستخدم في الكفته او بتستخدم في طواجن عامه للخضار، لان الكوستاليتا بتكون هي اللي فيها الضلوع او السن عامه، فده بيكون جميل جدا بالنسبه للطواجن. ادي الكوستاليتا اهيت هنقطعها. احب اذكرك فضلا وليس امرا تدعمنا بالاشتراك بتاعك الجميل واللايك عشان الفيديو ده يوصل اكتر عدد من الناس، حتى لو استفدت لو معلومه بسيطه حتى لو كنت تعرفها يا ريت ما تبخلش علينا باللايك الجميل والاشتراك بتاعك. ادي الكوستاليتا يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين. هسيبكم بقى الدقيقه دي كده تتمتعوا في طرق التقطيع دي عشان خاطر تستفيدوا من جميع المعلومات. زي ما حضراتكم شايفين اللحمه عامله ازاي، صبعي بينفد فيها. هنسيب لينك القناه بتاعت مطبخ خالد مافيا. مطبخ خالد مافيا دي يا جماعه عاملينها قناه يا جماعه، مطبخ خالد مافيا قناه جديده احنا عاملينها، هنقدم عليها وصفات طبخ فقط بالنسبه لجميع انواع اللحوم. هنقدم عليها طرق مختلفه لاي طرق متقدمه اصلا في التلفزيونات او طرق متقدمه على التلفزيون او على طرق على اليوتيوب مختلفه تماما. هسيب لكم اللينك بتاع القناه ديت على اليوتيوب، اللي حابب يخش يشترك فيها اكيد طبعا هينورنا.